السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ عساكم طيبين. انه اليوم موضوع منتشر حاليا بشكل تقريبا واسع، انه حبيت انه اسوي عليه نظرة قوية، لان هواي من الشباب والبنات طلبوا هذا الشيء. هو نشر صور البنات داخل مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الشباب انه اذا انتهت علاقته بالبنية انه يبقى يهددها، ينشر صورها او يطلب منها طلبات، انه طلبات صعبة تكون على البنت. بس مع يعني مع انه هذا الشيء صاير، بس انه انا اكد لكم انه اكثر الشباب واعيين، يعني اكو شباب دارسه واعيه ومثقفه وكامله مكمله، انه ما عندهم هذا الشيء ولا عندهم اي اذى البنت، حتى لو انتهت علاقته ما راح يسوي هذا الشيء. بس بعض المراهقين اللي انه هو بعمر غير واعي، اللي هم اثروا على الشباب وصارت عليهم شبهه الشباب انه كل بنيه تخاف انه تشوف صورة للشاب اللي يحبها. بس على كل انه صارت حالات هواي موت، وهاي حالات موت، هواي صارت حالات موت بسبب الشباب. يعني اكو هواي، يعني تدرون انتو عشاير وناس انه ترفض نشر يعني صورة، اذا تنتشر صورة بنت وهي وحدة يعني احد بنات العشائر، يعني اكيد راح تنقتل او تموت بسبب هذا الشاب اللي وراها. هواي شفنا حالات، من ضمنهم انا شفت حالات بباندات وشفت الصور، انه صحيح هاي البنية ميتة بسبب نشر صورتها. يعني اذا احنا ننبه على شيء واحد، انه الشاب من يحب وانتهت العلاقة، يعني الله قاسم له انه تنتهي العلاقة، امسح الصور وامسح شنو عندي ذكرى لها وخليها تروح بطريقها. لابد انه البنية راح تتزوج او يجي، اكيد انه راح تتزوج البنت او يعني تشوف حياتها. الله لو قاسم لك انه تكمل حياتكم تكملوا له بعد 50 سنة، بس انه تعرفون اكثر الحب فاشل، خالي يعني خالي من الزواج اكثر الحب، لان اكثر يقول لك انه ما حد ما يعترف بالحب، او ما حد ما يعني يؤكد ان الحب يؤدي للزواج. بينما انه نتمنى انه اي شاب اذا انتهت علاقته بالبنية انه يمسح الصور ويمسح كل ذكرى لها، ما يبقى شيء لها حتى ينساها ويتنسى، لان حرام اللي يصير بالشباب والبنات. يعني انت شاب واعي ومثقف، انه حرام تهدد على مود صور او صورك وهذا الشيء، لان انت عندك خوات تأكد انه اذا سويت بهذا الشيء راح يصير بعرضك، لين شو تسوي راح ترد لك، ماكو شيء انه تسوي ما يصير بوجهك، لان هي لو ما تحبك ما كانت دزت صورتها. لان انت شوف يا اخي الغالي، انه هي جد حبتك وشوفتك صورتها، جد عشقتك انه شوفتك صورتها. يعني هي لو صدق ما تريدك وما تحبك ما كانت شوفتك صورتها، لان هم كانت تقول هذا خاف ينشر صورتي وما يحبني، بس هي ثقت بك وحبتك وشوفتك صورتها وظنت انه انت ابو جهالها. بس على كل انه اتمنى من كل الشباب الواعية انه يفكر بعقله قبل لا يفكر بالعاطفة. يعني مرات الشاب يتهور ويتعصب انه انشر صورة وانشر صورة، بعدين يروج وينقهر، لان هذا الشيء صار بحرقة او اعصاب. على كل انه اتمنى هذا الشيء يفاتكم، واتمنى من الجميع انه يستفادوا من اي معلومة اقولها. يعني انت ما تنشر صورة راح تأذيها وراح تأذي اهلها وراح تأذي شرفها. يعني تقبل انت انه بنية تأذى من سببك؟ انا واحد من الناس ارفض هذا الشيء، لان هن كل البنات مراهقات انه حبا من كل قلبهن، وهذا الشيء منتشر حاليا. وانا شفت هواي حالات اغتيال بسبب الصور، يعني نشرت صورتها وشافها عمها او ابوها فما يبقوها بالدنيا. اتمنى هاي المعلومات فادتكم، واتمنى الجميع انه ربي يحفظكم وربي يحفظ جميع بناتنا وجميع خواتنا وجميع الشباب الطيبين وجميع اهلنا العراقيين من كل شر. كان معكم اخوكم فهد الغلا، مع السلامة. لا تنسى الاشتراك بالقناة، واذا عجبك الفيديو سوي لايك، واذا ما عجبك سوي ديسلايك وتعليقك باحترام، وانتظرونا بفيديو جديد. مع السلامة.